لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوشحالم لواني 947 لواني كاين تفسير قرآني بيروز بين وخزمتان بس رزامن دي رب العالمين وهي ودان ويازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. برخوش وسان ديار واتشهر إلى قيبات كبيش وترهيك رب العالمين باسي لتسونيتي روح شيشاني كافران كر كاتك وملائكة روحيان دشيشن لو حالتي ليان ددن لدمتساويانو لبشتيانو بيان دلن ذوقوا عذاب الحريق بيشيشن أو عذاب سوتينرا هل دريجي قسەی مەلایکەتەکان بە کەسانش کافر پێیان دەڵێن ذلك بما قدمت أيديكم ئەو عەزابێکەوە ڕووبەڕووی دەبنەوە ئەو عەزابێک کە دەیچێژن بە سەبەبی چییە؟ بما قدمت أيديكم بە سەبەبی ئەوەی کەوا بەدەستی خۆتان ئەنجامتاندایە و بێگومان الله تعالى ليس بظلام للعبيد بە هیچ شێوەیەک زۆڵم لە بەندەکانی خۆی ناکا. ابن عەطیە دەڵێ کاتێکەوە خوای گەورە فەرمی ذلك بما قدمت أيديكم يحتمل أن يكون من قول الملائكة في وقت توفيتهم لهم على الصورة المذكورة كواتا وكو دفرمي لآت كبيرشتر كوافرمي لكاتي روح تشيشان وزا بيانا وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم احتمال هل لدريجي فرمودي ملائكة كان ببيان دلين بكافر كان كوا بوشو روح ياندى تشري بعذابه أو هاشيان بيدلين ويحتمل أن يكون كلاما مستأنفا احتمالش أو جملة نوي بدس بكرة تقريعا من الله عز وجل للكافرين حيهم وميتهم لو نشا أو جملة نوي رب العالمين سبحانه وتعالى سركوني كافر كان دكا بزندي وبمرديانوا خواي قورواتان بسرديني بسبب أويكا بدست خوتان أنزامي ددن وبالتأكيد الله تعالى ظلم لهزلك لبندكايناكا. ذلك وكو لتفسير قاسم إشارة إلى ما ذكر من الضرب والعذاب. ذلك بما قدمت أيديكم أويكوا ليان ددري وسزان ددري بسبب تيا بما قدمت كواتا ذلك إشارة لوتي لويكوا بسريان دي لكاتي روح تشيشان والعذاب دان وويكوا تصاوران ذاك لجهنم بسبب بما قدمت أيديكم وكل قاسم أي بما كسبتم من الكفر والمعاصي أو كوا بدست خوتان أنزام تاندا لكفر كردن وهروها لقناه تاوانا كان شنقيتي ضلي المراد بما قدمت أيديكم وتما كسبتم من المعاصي والكفر أو كوا بدستان هنا لمعصيته قناه تاوان لكفر سواء كان الذي اشترمته القلوب أو الألسنة أو الأيدي كواتا كاتك دفن بما قدمت أيديكم معنى إلا أو جناحانك وبدست أنزاميان دانا وكل كردار خوش من ده بدست خود كردت بدست خود معنى هو مشتق بخودي دستكي كرا كاتلوه وكل رجل دله بسبب كاتك دفن بما قدمت أيديكم همو جناح كان دقيته أوي كوا بدل كرديتي جناح تاواني قلبية ياخذ أوي بزمان أنزامي دا بقصة يعني أوي كوا بفعلي بدست ياخذ بلاقي بهر جارحة كيبيتن همو يدقريتوا واتا بكامل إرادي خود أوشتد أنزام دا لو يدفنين بدستي خود أنزام دا وأن الله ليس بظلام للعبيد وكل قاسم دا أي بأن يأخذهم بلا جرم
کەواتە خی گەورە زۆڵم لە هیچ یەک لە بەندەکانی ناکا بەوەی کەوە بیان باتەوە بەبێ گوناه و تاوان نەخێر. أي وأن الله وكل محرر دلة أي وأن الله لا يظلم أحدا من خلقه بيقمان الله تعالى ظلم لهيت لبندكان ناكا فقد أرسل إليهم رسله خيقول بيغمبران لوروانا كردين وأنزل عليهم كتبه كتابي شي لوروانا كردين لسر زماني بيغمبران وأقام عليهم الحجة خيقول إقام الحجة لسرهم وكسان كردين لو ويكوا عذابي دا بالتأكيد ظلمي لناكا لبروي وكزانا دفرمون تعاملي خوا سبحانه وتعالى قال بندكين لنيوان عدله وهلوها لنيوان فضله لنيوان عدله لنيوان فضله واتكاتك واتساك قال بندكين دكا وكو فضلك بيان دبخشي بلام كاتك وسزايا دا تسل دنيا تسل قيامة خوا يقول ظلميان لناك عدالته وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير كاتك لدنياش دا أجر هدنا بلا مصيبة بسر ديني سندين حكمة تدا بسبب جناها كان وزوري ساب وشيتان لذكا لقيامتش بالتأكيد كواس زاي كسانشي تاوان باردا لكافران وياخذ إيمان داري شخوا جورا مشيئتي لسرك ولا قدر تاوان كاني سزاي بدا وهر بعدله خواي جورا ظلم لكزناكا هل تفسيري قاسمي دل ما سر التعبير بظلام بالمبالغة وما ربك بظلام للعبيد لبرتسي خواهي وصغير مبالغي بكارنا واتخواهي زور ظلم لبندكاين ناكا معناه أويك والعياذ بالله عن ظلمي كميان لذكا والله زور ظلميان لناكا نخير بقكو وأجيب بأجوبة منها أنه نفي لأصل الظلم وكثرته كاتك دفن بظلام كواتخواهي النفي أصلي ظلم دكاتو وظلم زوريش أصلي ظلم لأخواهي قوردانية والظلم زوريش ناكا سبحانه وتعالى باعتبار آحاد من ظلم كأنه قيل ظالم لفلان ولفلان وهلم جرا فلما جمع هؤلاء عدل إلى ظلام لذلك أي لكثرة الكلمات في كواتا يعني ما بستكأوها يعني قال خواهي قول سبحانه وتعالى ظلم لبندكاني بكا هر يقلوانا برق لظلمي لبكا لمجموع دواتا ظلم يشيزوري كده والعياذ بالله حاشاه سبحانه وتعالى لو يبو اعتباري صيغة مبالغة باسكرا كأجر خواهي يقول والعياذ بالله ظلم بكاوة الظلم يشي زورة باعتباري أو عبيد بند زوراني كوا ظلم يالدك والعياذ بالله خواهي يقول بهيج شويك ظلام نية سبحانه وتعالى ومنها أنه إذا انتفى الظلم الكثير انتفى الظلم القليل وهرب بوش والله مدريته كاتك وخواهي يقول الظلم يزور لخوي نفي ذكاته وأتظلمي كمش لخوي نفي ذكاته لأن من يظلم للانتفاع بالظلم أو كظلم دكا لو يظلم دكاتا تاكو سوديق لو ظلم وربقريتا فإذا ترك كثيره طبعا هذا كل سورة آل عمران سبحانه وتعالى كباز لو إذا كان كأخوة يقول ظلمناك لباشا ويكسر دفرمي ولله ملك السماوات والأرض أخوة يقول سبحانه تبيش تبا ظلم هي تاوك سوديو خايق ملكي آسمان كان زمي هموي إيوية فيش بظلمني لو يدلي أو كوا ظلم دكا لو يظلم دكا لبوي سود وربقري إتر كاتكوا فإذا ترك كثيره مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه نفع والضر كان لقليل مع قلة نفعه أكثر تركا كواتا أقل كسي ظلم بكا لبوي كوا سود لظلمك وردقري إتر كاتك وخواي النفي ظلمي زور لخوي دكاتوا مع العلم أجر لو باري وبي لو منطقي وبي كوا ظلم كردن سودي لور بقري إيدي ظلمي زور دكاتوا سودش زور وربقري كواتك ظلمي زور لخوي نفي دكا من باب أولى ظلمي كمش هرناكات كوت بيستي بو نفع كمينيا أجر والعياذ بالله خواي جور بيستي بنفع بي خواي جوروك قلت مال سورة آل عمران فرمي أصلا خواي جور بيستي بظلم نية تاوك سودي لور بقري خابنا من ده ومنها أن ظلام للنسب كعطار أي لا ينسب إليه الظلم أصلا أوش والله ماشي زور جوانا لبرتس خواهي يقول الظلام بكاري نادر الظلام لما مبالغة نية بل كل بو نسبة وكوكو كسي كوا بيقو تري عطار واتا في شيء عطر فروشتنا وهكذا همو إيشا كان كنتزار حداد يكتر لبو ويكوا أو كسي كوا بابرين أول نسبية لبوي النسبي أو عملية لبوي للنسبة إتكخواي جورا أو بكارنا وما ربك بظلام للعبيد
أي لا ينسب إليه الظلم أصلا بهيش شويك ظلم نادر تبال خواهي قول سبحانه وتعالى كواتا لبون بالغانية بلكو لبون نسبة بهيش شويك ظلم نادر تبال الله تعالى سبحانه وتعالى وهيروها لا بعض جواب يشيدك أن كل صفة له تعالى في أكمل المراتب هر صفتك كخواهي قول هيبي أو صفة كمالها فلو كان تعالى ظالما كان ظلاما كواتا أجر خواهي قول ظلمها بهر دبو ظلام والعياذ بالله اشتوانية وأيضا لو عذب تعالى عبيده بدون استحقاق وسبب رب العالمين بندكاني خوي سزاب دا ببيوك ومستحق من ياخذ سببك بي لكان ظلما عظيما أو ظلم يتشقوريه لصدوره عن العدل الرحيم لكاتك دا خواهي قولا أو بر عدالته أو بر رحمته أجر ظلم بكا ظلم يتشقوريه والعياذ بالله خواهي قولا سبحانه وتعالى بهيت شويك ظلمين نكم نزور كواتا بو شوي زانا رونيا كديتون ظل حديث يشكال صحيح مسلم ده هاتي أبي ذر ديجر خالد لبيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي أن الله تعالى يقول رب العالمين دفرمي إني حرمت الظلم على نفسي وأتى حديثك قدسية بيغمبر دجرته صلى الله عليه وسلم كما الله تعالى دفرمي بيقمان أم الظلم لسرخهم حرام كردية وجعلته بينكم محرما يعني بانقوش حرام كردية فلا تظالموا تي ظلم ليكتري مكان إنزا باشان لدواي أوي كوا أخوي قول سبحانه وتعالى أو حق تبازدك ثم بين تعالى أن سير المشركين المستمر وعادتهم الدائمة إتلا أخوي قول كباس لا بتابتي اللي روكت ما السياقيات كان باز لغزبي بدرو باس لا سلاني قريش سلاني كفر دكا قريش تفرمي أخوي قول لا تدواتري أو بيان دكا كوا مشركة كان بردوامي عادتي عن هروابه مع ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم كسير الأمم السالفة مع رسلهم كواتا أوي كوا قريش ديكا برامبر ببيغمبر صلى الله عليه وسلم ياخذ أوي كافر كان برامبر هر مسلماناني هر سردمك ديكن أو اشتيك بعادتي دائمي مشركة كان برامبر ببيغمبرانيان عليهم الصلاة والسلام برامبر بإيمان داران إتر خيجر السنة وابوا أواني كوا بوشي ورفتاريان كده لقل بيغمبران عليهم الصلاة والسلام لقل شوين كوتي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام خواهي يقول لنا تيزاداتي بسر هناني وكو دفرمي كدأب آل فرعون وكو عادتي بردوام آل فرعون والذين من قبلهم آني لبيشي أوانيش كفروا بآيات الله كفريا بآيات كان الله تعالى كر فأخذهم الله بذنوبهم الله تعالى أواني بردو بقناه تاوانا كانيا وتبا بسزا إن الله قوي شديد العقاب الله تعالى بتوانايا زور بهيزة وكاتك وعقاب جدد زور تند عقابكي كذا بآل فرعون والذين من قبلهم لا تفسير قاسم دلي خبر لمقدر أو جملة خبرك لابو مبتدئك وتقدير ذكري أي دأب هؤلاء وعادتي أوانا عادتي سلان قريش وكافران سردم كدأب آل فرعون وما تقدمه ومن تقدمه من الأمم وكو عادتي فرعون وكو عادتي أواني بيشي فرعون هاتن وكو قوم نوح وكو أقوى مكانك وهو عملهم الذي دأبوا أي استمروا عليه كواتا أويك أوانا ديكن برانبر بأهل حق برانبر بيغمبران وأتباع بيغمبران عليهم الصلاة والسلام وكو عادتي بردوامي فرعون أواني بيشي فرعون هم يوايان كرديا ابن كثير ضل فعل هؤلاء المشركون المكذبون بما أرسلت به فعل هؤلاء المشركون المكذبون بما أرسلت به يا محمد وتفكاروا كردوي أو مشركاني كوا أتول بيان روان كراي كما فعل الأمم المكذبة قبلهم هل وكو عملوا كردوي ومتكان بيشوان كوا بيغمبران مدروزاني ففعلنا بهم ما هو دأبنا إتر أواني شويان بسردينين هر كسا جوابك لمقابل دا سنة خواهي قرش وأهوان بسرديني أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم من الأمة المكذبة رسول كواتا كاتك كوا كساني شي كافر
بەو شێوەیە هەڵوێست وەردەگرن بەرامبەر بە پێغەمبەران عەلەیهیمو سەڵاتو وسەلام بەرامبەر بە ئەتباعی پێغەمبەران عەلەیهیمو سەڵاتو وسەلام ئەوە عادەتی ئەوانەی پێش خۆشیان بۆ وەکو ئالی فیرعەونوانی پێشوان و لە مقابلیشدا سنەتی خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا بەرامبەر بەو کەسانە وەکو چی بەسەر ئالە فیرعەون و ئانی پێشوان هینا بە هەمان شێوە هەمان سنەتی خوای گەورە چاوەڕوانی ئەو بێباوەڕانە دەکا وەکو شەنقیتیش دەیێت لەم یوبەین هونا من هؤلاء الذین من قبلهم خوای گەورە لێرەدا بەس باسی فیرعەون و ئەوانەی پێش فیرعەونی کردێ بەیان نەکردە پێش فیرعەون چێیە وما ذنوبهم التي أخذهم الله بها باس لە گوناهەکانیشیانی نەکردێ کەوا بووە سەبەب لەوەی کەوا خوای گەورە عەزابیان بنێتە سەری وبين في مواضع أخر بەڵام لە جێگای کە خوای گەورە بەیانی کردێ ئەوانەی کەوا لە پێشی فیرعەون وەکو قومی نوح و قومی هود و قومی صالح و قومی لوط و قومی شعیب وأن ذنوبهم التي أخذهم بها هي الكفر بالله وتكذيب الرسل أو گوناهانەی کەوا بووە سەبەب ئەوەی کەوا عەزاب بێتە سەریان ئەو بکە کوفریان بە الله تعالى دەکرد و پێغەمبەرانیان بە درۆ دەزانی عەلەیهیمو سەڵاتو وسەلام وغير ذلك من المعاصي غير أوانش لو تاوانانە کە ئەنجامیاندا كعقر ثمود للناقة وەکەوەی کەوا ئەو وشتریان کوشت قومی ثەمود کەوا خوای گەورە وەکو معجزەیەک خەڵقی کردبوو و هەروەها ئەو عەمەلە قەبیحەی کەوا قومی لوط دەیان کرد وەکو ئەو خیانەتکردنەی قومی شوعیب لە تەرازوو پیوانە دەیان کرد و غەیری ئەوانەش کەوا خوای گەورە ئیشارەت پێدا لە قورئانی پیرۆز لەو گوناه و تاوانانەی کەوا خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا بە سەبەبی ئەوەی عەزابی ناردە سەریان تر دیارە ئاەتەکەش تریما تێدا باسی بکەین بەڵام لەبەرتەوابوونی کات دەوەستین بە پشتیوانی خوای گەورە لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەتی وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون